السلام عليكم. عمال انزل لك انا الفيديوهات بسرعه وعامل قلبان في تغيير واضح. المهم ده مش موضوعي، انا عايز اقول لك على حاجه في اخر دقيقه في الفيديو واخر نص دقيقه هبقى اكتب لك وقتها في المونتاج. دي المهمه بالنسبه لي حتى لو هتجري الفيديو كله. استنيني. بدأ ماتش الأردن وقطر بالريموت العجيب دوت. كل ما احاول وارجع للماتش الاقي واحد مشعر بيحتفل ببيلين ومع صورة عاملة نفسها حرف اس. واعتمد عموته على الثبات والدفاع واللعب على المرتدات، بس طلع بيلعب بلعيبة بتعمل بلينات على نفسها. اما المدير الفني لمنتخب قطر الراجل اللي انا مكسل اجيب اسمه فاعتمد على زيزو فرع قطر وواحد صيني. المهم الشوط الاول كان شوط مفاجأة، الفرقتين ما لعبوش، بس حصلت زوبعة مفاجأة برضه في الدقيقة 21 بعد شنكة الحرامية من واحد أردني لواحد قطري، يقع ويشوط البيلين وهوبا 1-0 لقطر. الساعة 5 الفجر أنا عايز أنام بس كله فدا الفيديو، وبعدها ما حصلش حاجة. فخد ملخص الشوط الأول من وجهة نظر المختل. أحلى مسا على هضاب الدويقة واللي واخد واصلة من الأرض ده. يا ويحي حلة دهب، إيه المدينة الفقيرة دي؟ إزاي ما عندكمش كباري؟ حصر على اللي ما عندوش مفتاح الحكيميكي. خضيتك يا ساتر، الابراج طفحت ولا ايه؟ سمو الامير محمد محمود خالد ابو السعود بيتصل بالنقع عشان ديليفري. لا يا رجاله هو بالراحه، هنطير الكويت كده. 30 مليار دولار. البحرين وفلسطين ايد واحده. ارضيه تحفه. الفلاح اللي غرز البذره دي من المنصوره ولا ايه؟ انت سكران ولا ايه ياض؟ ياه مفيش احن من النجيل القطري. انت بتضيع ايه يا عم انت؟ حد يسحب منه ال100 بعير وال15 غفير اللي خدهم مكافاه ماتش امبارح. بالراحه بقى، لو اترميت ابعد من كده هخبط في الامارات. انت بتحدفها بعيد ليه يا عم النشامي؟ انت غاوي فرهده يا اسطى. لا احنا اهل كرة مقطع ايه، انا جاي اوصلك للجول اصلا. لا انا جوعت بقالنا 10 دقايق بنلعب ولسه ما نزلوش بالمندي. خد الرغيف الشامي ده. كيش ذباب في الملعب، هي الكرة بتنهار ولا ايه؟ ياه كان بيني وبينها ننه، سامحيني يا اردن. اكرم هات الكرة العب بيها، محدش بيبصيلي هنا ومسميني مسمار الاهوج. واه انت بتلعب سباق، خد شلوت قانوني. ضيعتنا. انا اكتشفت دلوقتي ان كان لازم اسمع كلام امي واتقل قبل الماتش. الجول ده مش عشان نطة غلط، عشان عقوق الوالدين. انا بقدم جري ملوش لازمه. يا لهوي مالي، انا رايح احتفل معاهم ولا ايه؟ سمكة اكرم عفيفي. ايه ده، احنا منتخبنا مقلوص كده ليه؟ الراس والهدف الثاني. يا لوكاس منديز وعين حرنكشيه. هي اسبانيا احتلت قطر ولا ايه؟ لا سيبك من التكتيك، انا اتقلت بصراحه. ما ينفعش نخلص ليله الخروف في سناكس برضه. انا بهدي المرتده دي لجدي الله يرحمه، لو كان معانا هنا اكيد كان هيستلمها ويعمل بيها قلبان. بصي للجول بس كده خلصت مهمتي التدريبيه. سلام بقى. ياه اول مره اقعد في بق اردني. الحكم ده انا شفت مليار صيني و200 مليون ياباني و50 مليون كوري شبهه قبل كده. اي جامد ضربني بوشه. انت هتبوس ولا ايه يا دكتور؟ كل دول هيصلوا العيد؟ ايه يا عموته انت هتاكلني ولا ايه؟ حماده النشامي هو اللي عمل البيلين مش انا. انتوا وصلتوا لهنا كمان؟ يا دوبك اجيب مريالتي والحق الجيار صديقي عشان نحشي المحشي. انا ما بعرفش اباصي وانا ما بعرفش استلم. بيست فريندس. نفسي انزل بقى، انا من كتر التسخين هشيط كده. ايه انا ما عملتش حاجه، انا صدرت له المريبه بس. هي الانبار عيب في اسيا ولا ايه؟ هوبا انا انقذت قطر بصديق وزير الري. الحمد لله على السلامه. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان جه الوقت ان اقول لك اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني تعجبت من لعيب بفورمه شعر دبور، رجليه حوله بتحدف شمال، هداف كاس اسيا ب6 اهداف منهم 7 بلينات و2 جبران خاطر. اكرم ابن عمتي وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اسرار وخبايا المستديرة، وهحط لكم باكتشافات جديدة هتغير من مسار الكورة في قطر والاردن والبحر الميت. اكرم عفيفي متمرد قطري من اصول كردية، هدف القضاء على قطر والامراء والفراخ. فلو بصيني على ميلاد اكرم عفيف سنجد ولد في مارس عام 1996. المحاولة الانقلابية القطرية 1996 التي دعمتها مصر والبحرين والامارات والسعودية. الخليج الذي به قطر التي بها نادي السد الذي لعب له اكرم عفيف عام 2014 هي السنة التي تولى بها السيسي رئاسة مصر التي دعمت المحاولة الانقلابية القطرية. طب خد العبيطة. في عام 1996 اكتشف كوكب ال16 دجاجة به في كوكبة الدجاج. اختفاء الدجاج من الاسواق القطرية وحدوث ازمة اقليمية مع مصر والاردن.
طب خد النهي. في عام 1996 سقطت مدينة السليمانية من الاتحاد الوطني الكردستاني على يد الحرس الجمهوري العراقي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. كردستان العراق التي دفعت لها قطر أكبر فدية في التاريخ لتحرير أمرائه. إذن بجمع الأدلة أكرم عفيف متمرد قطري من أصول كردية هدف القضاء على قطر والأمراء والحجاج. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة العظيمة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستديرة. سلام. الحمد لله على السلامة. جه الوقت احكي لك عن اللي حصل في الشوط التاني كان في بلينين وجول شيكابالي. بدأت في الدقيقة 67 بعد كرة حيرة دايرة تترفع فجأة وتوصل ليزن النعيمات اللي ياخدها استلامة ميسية وهوبا 1-1 للأردن. أنا بشتغل من امبارح، ما تعمل شير لأخوك. وبعدها عشان الكسل ومش قادر بصراحة جه بلينين لقطر، شاتهم أكرم عفيف وجاب جولين. وتفضل النضارة اهي، ادينا ملخص الشوط التاني من وجهة نظرك. ايه المعجنة والترزيع ده يا نشامي؟ انت بتستلم نقلة رمل؟ ايه ده، انا شوت الوهم ولا ايه؟ انا خط دفاع لوحدي، احذر من العنابي. انت واقف جنبه ليه؟ انا اللي معلمه الركنية، اديله واحد ببصبوز القدم. ها، انا اول مره اخد قفا بالستارز. انا حارس مرمى، اوعى التقلب. لا يا راجل، هي الصدمه والمفاجاه هنا برضو. الله، انت متنح في ايه يا عم؟ هوبا، الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني. نفسي اطير واقول للعالم كله اني بحبك يا موسى الجمبري. الاردن جايبالنا فان دام ولا ايه؟ دي اكيد مش رصاصه الرحمه، عمرها ما هتوجع كده. دي العوده يا اسيا، ودي النهايه يا اسيا. بق مش معقول كل شويه غطس على البارد هبرد كده. يا صيني، حقيقي الفلوس بتغير النفوس. حارسنا ما تقفل الزوايا تقف عدل، انت واقف جول في بيس ولا ايه؟ عندي شوطه جديده هقدمها لكم اهي، البلن الشمال، قفزه الضفدعه. مش معقول كل مره ترمي في نفس المكان كده. لا انا ما بشوتش كور عاديه، شيلني يا حواش. انا ما كيفنيش الكوره الا لو من على نقطه الجزاء. وانا زهقت بقى. ايه المخرج الغريب ده؟ كل ما احاول يعيد البلن. لا بلاش الحركات دي، ده مش فرحي. انت بتهاترك فين يا عم؟ انت مش شايل مصفى. طاسات الطعميه في اسيا عجيبه جدا. الحمد لله على السلامه. جاي اقول لك تسلم ايدك على وجودك وانك كملت معايا لحد هنا، واتمنى بقى تكمل الدقيقه اللي جايه في الفيديو دي، وهودعك في نهايه الفيديو. انا مالي شبه قرص عباد الشمس كده ليه؟ بسم الله. انا جاي اكلمكم في عجاله عن الاحداث اللي بتحصل مع اخواتنا. انا هنا مش جاي اتكلم عن مقاطعه ولا عن دعاء، لان دي حاجات اساسيه لازم نفضل مستمرين عليها. انا جاي اتكلم في نقطه شخصيه ليا انا، وهي ان انا ليا اصدقاء كتير جدا في فلسطين. ما اعرفش عنهم اي حاجه. 90% منهم مش بتواصل معاهم. يعني ربنا يشفيهم لو هم مرضى او مصابين، ويرحمهم لو هم شهداء. بس انا جاي اتكلم عن نقطه ابعد برضك شويه، وهي الاحداث الجديده ودخول رفح والكلام ده. اظن ان انتوا عندكم معلومات بيها، يعني عشان انجز يعني احاول اخش في الموضوع على طول. احنا ملناش تاثير. لو بعتنا فلوس، لو اتكلمنا عن الموضوع شويه، مش تاثير الملحوظ، لكن تاثير الجمهور العام اللي هو انتوا وكل الناس، يعني بما فيكم انا وهكذا. يعني لينا تأثير أظن، يعني لو احنا كلنا بقينا بننشر، كلنا بقينا بنتكلم، كلنا بنوسع الفكرة. يعني أتمنى الناس تتكلم عن الموضوع دوت أكتر ويتنشروا أكتر، خصوصا إن موضوع دخول رفح دوت حاجة سيئة أوي 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 لأبعد الحدود. أتمنى كلكم تقروا عنها بشكل مكثف وبشكل كويس عشان تفهموها أكتر. أنا كده خلصت، وإن شاء الله بكل فيديو هيبقى فيه دقيقة كده أتكلم فيها عن الموضوع دوت على قد ما أقدر بسرعة. يعني سلام.